النهارده بصراحة كشفت المنتخب السعودي، فهنا بقى لينا وقفة. كابتن رضا بينتقد المنتخب السعودي، اتفضل كمل يا كابتن. النهارده بصراحة كشفت المنتخب السعودي، فهنا بقى لينا وقفة. هل المنتخب ده اللي هيلعب في كأس العالم؟ يعني أنا عايز أسأل سؤال للمسؤولين عن الكرة السعودية. انتوا بتهتموا بالأندية ومخليين الدوري السعودي قوي جدا على حساب المنتخب السعودي. ليه؟ لأن كل فرقة مش أقل من 8 ل 10 لعيبة محترفين هناك، فده بيقلل قوة المنتخبات أو المنتخب السعودي، لأن كله بيعتمد على اللعيبة اللي هي المحترفة الأجانب. عشان كده الدوري قوي لكن المنتخب ضعيف جدا. يعني النهارده مثلا لو أنت بتلعب الهلال السعودي عمره ما يظهر بالشكل ده، عمره، عشان في لعيبه محترفه، لعيبه قويه، لعيبه واقفه على رجليها، لعيبه بهرتنا في كاس العالم للانديه في الصيف اللي فات وكسبوا السيتي وعملوا ماتشات قويه جدا. انما النهارده منتخب السعودي ده محدش يزعل مني، ده مركز شباب، ده لعيبه مركز. ده انت تحس كده اولا هم بيتعالوا على الكره وهم ما بيعرفوش يلعبوا، قرنات قوي وما بيعرفوش يلعبوا. ما شفناش شوطه على الثلاث خشبات، يعني شوبير وقف الشوط الاولاني وجزء من الشوط الثاني ما شفناش شوطه عليه بمنتهى الامانه. خرج شوبير، قلنا بقى يمكن لما الشناوي ينزل حد يقول لك بقى ايه ده ما بيمدش ايده والكلام ده، يشوطوا ويورونا ان هم منتخب ويبقى فيه حميه مغلوبين 3-0 ينزلوا الشوط الثاني يبقى فيه. ما شفناش لا الشوط الاولاني ولا الشوط الثاني، فرقه ضعيفه سواء ديفنس سواء حارس مرمى سواء نص ملعب. فراوده ما جاتش، ويقول لك فيهم واحد محترف ما اعرفش كان في الدوري ايه وراح الدوري الفرنسي. ما لفتش نظرنا يعني. طبعا احنا مش هنتكلم على لعبتنا النهارده، احنا بس هنقول لهم مبروك، النهارده كنتوا رجاله.